تحدث عن الظلم اللي لحق بيك وانت لما شفت سعد عبد النمير بهاي الطريقه انظلم. ثاني الظلم اللي كان هين عليه. انا طبعا اليوم الجمهور كله يتحدث عن زيدان اقبال، جاء من انجلترا ولم يحالفه الحظ في التواجد مع المنتخب الوطني. لا، هو رجل موهبه كبيره، وان شاء الله يعني المستقبل له والزملاء اللاعبين الشباب. زين. وجهة نظر المدرب يشارك بهاي الدقائق البسيطة. يعني أنا أشوفها إن شاء الله تكون مباراة مناسبة له حتى يظهر بها بصورة طبيعية. تعرف أنت مباراة مضغوطة وقوية وإحنا محتاجين فوز، ولاعب جديد على المنتخب الوطني يحتاج لمباراة يظهر بها إمكانيته، مو هيك مباراة ثقيلة وقوية. فإن شاء الله المستقبل له إن شاء الله. اذا المدرب تصرف صح مع زيدان اقبال بعدم اشراكه في مباراه الامس؟ يعني احنا ما نريد نستعجل على اي لاعب، احنا نريد لاعب نحصل ثمرته، ما نريد اللاعب يعني يظهر بصوره غير طبيعيه ويجي بعد الاشخاص ينقدوه او الاعلاميين او هذا. احسن صوره. مرات مدربين يفكرون يقول لك انا مرات تتعرض الاصابه او ينزل مستواك، وهذا المدربين المحترفين سالمين، احنا عشنا 9 سنوات بالاحتراف، دائما يريد يطلعك بافضل صوره. مو مثل اكو بعض المدربين عندنا بالدوري او بالهذا، انت مصاب يقول لك العب الخاطري او بس هاي اللعبه واضرب ابره مسكن هاي برا ماكو شيء. المدربين الاجانب دائما يريد يطلعك بافضل صوره، شوف يختار المباريات المناسبه. لكن هو ما جاي من الدوري القطري او جاي من الدوري الانجليزي، جاي من الدوري الانجليزي، على عيني وعلى راسي، بس اجواء جديده عليه، زملاء جدد بيومين وثلاثه واربعه ما راح يقدر ينسجم ولا يفهم افكارهم ولا تحركاتهم. صح اللاعب الجيد والمميز، صح اوراق اعتماده تظهر عنده، بس يعني مثل ما قلت لك يعني مباراه مضغوطه وصعبه، واحنا اصلا مسكنا الكره يعني قليل، ما كنا نحضر، ما كنا نبني يعني هجمات. وصلنا للمرمى بكره او كرتين عن طريق يعني دربكه. يعني للاسف يعني هي حتى هاي وصلنا بها ما استغليناها، لكن يعني هي كره القدم، يوم زين توفق يوم لا. زين. الحدث عن الظلم اللي لحق بيك وانت لما شفت سعد عبد النمير بهاي الطريقه انظلم. ثاني الظلم اللي كان هين عليه. انا طبعا اليوم الجمهور كله يتحدث عن زيدان اقبال، جاء من انجلترا ولم يحالفه الحظ في التواجد مع المنتخب الوطني. لا، هو رجل موهبه كبيره، وان شاء الله يعني المستقبل